الله حيله خالتي ام تحسين، ام تحسين لديكم لا خوف عليكم. ام تحسين اليوم بدها تطبخ سمكة مع حراشف. شو بدها تعمل بالحراشف الله اعلم، بس ام تحسين ما بتكبشي. كل شيء عندها موجود يؤكل، كل شيء عندها موجود يطبخ. وبلشت تغسل بهالحراشف. ام تحسين مشهورة بالنظافة، بالنظافة واللطافة. صحيح انها ما بتكبشي بس كل شيء عندها بالنظافة، بيتنظف وبيطبخ. حطت هالقشور تبع السمك مع السمكة، وحطت له زنجبيل ومعطرات منكهات، مو مشان شيء، مشان تروح طعمة الزنخة منه. نحن عنا اول ما ننظف السمكة بنكب كل شيء عليها، هن لا. ام تحسين عندها نظرة تانية، لازم القشور تنطبخ. بعد ما سلقت القشور اخذت الميات تبعهم وصفتهم، وبالبراد دحشتهم، وقطعت هالتومات. يا سلام. وهالفليفلات مو مشان شي، لانه ام تحسين بتحب الفليفله، بتموت بشي اسمه بواسير. وقطعت هالبصل وحطت له ملحل، وهذا كانه خل، وهذا مدري شو هو، وهذا كمان مدري شو هو. المهم انه شغله نظيف. وصارت بني. جابت هالمرآة تبع الحراشف، صاروا جلي. سبحان الله، صاروا مكعبات جلي. خطيرة لم تحسين، عم بتهز. طب هي ما فيها زنخة خالته ام تحسين؟ انه الحراشف صارت جلي ما فيها زنخة؟ بس اتوقع مفيدة، لانه ام تحسين خزت العين عمرها فوق ال100 سنة، عم تطول بعمرها هيك اكلات. صحتين ام تحسين، مطرح ما يصير يمري. والسمكة وين راحت؟ خلص بكفي تحسين.